معنا سمير. مرحبا بك سمير. مرحبا. الصوت ضعيف شويه. اي تقوي شويه الصوت تاع سمير في البلاتو خاطر مش قاعدين نسمعوا فيه بالكدا. سمير مرحبا بك. ساعه في بن قردان بعدت علينا انت لما حاله كنت نجم تكون هوني اليوم في البلاتو. سمير شنو تحب تقول في رد فعل على الكلام اللي تقال في البلاتو؟ اكيد. والله يا رازي انا نحب نتكلم في الموضوع اللي يخصني انا، لانه ساعة قبل كل شيء تحيه ليك وتحيه للاولاد الكل اللي في البلاتو. انا باش نتكلم في الموضوع اللي يخصني انا كشخصي كسمير سليمي، لانه السيد رضا دريدي مسني نوعا ما، معناها في امانتي ولا في شخصيتي ولا في اسمي كسمير سليمي، وهذا شيء معناه ماهوش في المستوى. لا ما مسيتكش يا سمير. لا 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 لا, لا. ما تغلطش ما تغلطش. ما مسيتكش وما جبتكش وما جبتش اسمك سمير من فضلك. هذا قلت الكل انت شريف. قلت عادي على الكليب الكل. هو قاعد نسمع في الترجمه، راني ومانيش نسمع في البلاتو. يا سمير اعطيوه البلاتو عاده مش ترجمه. خلنا نعطيه سؤال تو يعرف اللي كان انا نقصده هو ولا ما نقصدوش هو. ما تسمع فيا سمير؟ الصوت ضعيف شويه رضا. ضعيف شويه. سمير انا اول حاجه ما قصدتكش انت، وكان قصدتك انت تو نقول لك تو ديريكت مو راني قصدتك انت. انت حسب فكرتي انا وحسب ما نعرف انا عمرك ما دخلت في انتداب تاع ملاعبي، صحيح ولا غلط؟ هذا الموضوع تنجاوب عليه. انتهى الموضوع. دونك انت ما دام ما دخلتش في انتداب تاع ملاعبي انا راني مانيش نقصد فيك. به خلي سيدي ذا كم انا للتوضيح وكهو قبل كل شيء رازي راهو النادي الافريقي جمعيه كبيره، وانا كي خرجت من النادي الافريقي الى حد الان تو 4 اشهر ما حبيت نقول حتى كلمه لا في السيد سليم الرياحي ولا في الوخيان ولا في طريقه الالعاب ولا في المدرب سيموني. هذا احتراما في النادي الافريقي. انا عندي برشا حقائق كنت نجم نقولها، وعلى غرار السيد حموده بن عمار اللي هو رمز من رموز النادي الافريقي، ونعرف اللي السيد حموده كذلك عنده كذلك معطيات كبيره، ولكن اخلاقه ما تسمحلوش انه يتكلم في البلاتو على فريق اللي تربينا وعشنا وعرفنا فيه احلى الفترات واسوأ الفترات، وما زلنا ندعم ونحبوا هالجمعيه هذه. اولا الساعه انا كي دخلت النادي الافريقي بعد الحاح كبير من السيد سليم الرياحي، وكنت نخدم على روحي ولاباس والحمد لله، وبعدت عن النادي الافريقي لفتره 12 سنه. كي رجعت برغبه وبحب وبكل ما عندي حبيت نعاون الجمعيه نتاعي. اصطدمت بوضعيه كارثيه كبيره ياسر على مستوى العقود وعلى مستوى الديون وعلى كل المستويات تقريبا، ولكن رغم هذا ما تكلمتش وحملتها في قلبي وسكت وقلت خلينا نخدم على روحي، لانه هذه الجمعيه نتاعي. الامكانيات الماديه يتكلم عليها السيد رضا دريدي، وقال انه السيد سليم الرياحي معناها حجوا عليها على الاموال نتاعو، ما عادش عنده ما يصرف. انا وقت اللي نخدم في النادي الافريقي مع السيد سليم الرياحي ما عندوش حجر على الاموال نتاعو، ورغم هذاك الكل كانت الاموال ماهيش متوفره بالكل. السيد سليم الرياحي صحيح انه صرف على الافريقي في الموسم الاول والموسم الثاني، وقام بانتدابات كبيره مبالغ فيها، لانه المبالغ اللي صرفها عام الشامبيونات مبالغ فيها وكانت ماهيش في بقعتها سانسيرمون. وقت اللي انا جيت للنادي الافريقي السيد سليم الرياحي لم يقم باي مصاريف او اي انتدابات، كان يستنى في المصاريف، كان يستنى في المدخول نتاع النادي الافريقي باش نجم يتصرف، واضطرينا الى بيع بسام السراجي باش نجموا نكملوا الموسم نتاعنا. هذه حقيقه مؤلمه ولكن واقع موجود. ثم كذلك على مستوى العقود انا بيدي اندهشت الى الحجم الكبير نتاع المصاريف اللي موجوده في النادي الافريقي، اللي انا كسمير سليم مانيش مسؤول عليها، وطلب مني السيد سليم الرياحي ان ينقص في المصاريف نتاع النادي الافريقي، وحاولت جهدي، ولكن الملاعبيه عندهم العقود نتاعهم وما ينجموش ما حبوش، معظمهم ما حبش ينقصوا في الشيء هذايا. انا كسمير السليمي الى حد الان عندي 4 اشهر مانيش خالص في النادي الافريقي، ورغم هذا ما تكلمتش قلت ما يسالش هذيك النادي نتاعي. انا كسمير السليمي نعرف اللي فما شكون يظهر في الافريقي، ولكن ما تكلمتش كذلك. نعرف انه فما بعض الصحفيين، هو صحفي ولا يجوز اللي ربما يحب يتقرب من السيد سليم الرياحي، ولكن السيد سليم الرياحي هو اللي اعطاه الامكانيه انه يتقرب له. ما نضربوش الصحافه الكل، لانه فما ناس شرفاء في الصحافه وفما ناس تدافع عن النادي الافريقي، وهذيك خدمتها تنتقد النادي الافريقي عندما تكون الوضعيه موش باهيه. فبالتالي لابد من انه نختاروا كلماتنا ونختاروا الفاظنا ونحترموا مشاعر الناس. سمير السليمي ولد النادي الافريقي، لانك انت يا سيدي اذا قلت قال لك رازي سمير السليمي، قلت له انت الكل
معناها حطيت لي اسمي موضوع في يا سمير يا سمير نعاود نقول لك يا سمير لا مش باهي. انا راني سامحني سيدي رضا انا راني متألم برشا للوضعيه اللي وصل لها النادي الافريقي توا، ونحمل المسؤوليه لحد حد لانه المسؤوليه جماعيه ونحملوها الناس الكل. انا وقت اللي خدمت راني خدمت في ظروف اصعب من الظروف نتاعك انت واتعس من الظروف نتاعك انت، ولكن سكت وصبرت ويعلم ربي شنو عملت باش وصلنا للجمعيه حصلت على الكاس. معناها عيب مش شخصي، عيب يا سيدي دارك. لا ما مسيتكش بالطريقه هذيك. لا ما مسيتكش سمير. واضح سمير يعطيك الصحه. شكرا ليك. ما يصيرش جاوب سيدي دار. هو سمير كي يقول